واجب تانية ثانوي في كتاب المراجعة. هنفتح صفحة 4 على test on unit 3 4. سؤال رقم 1. The availability of resources is limited in remote area. يعني توافر الموارد هو limited محدود في remote areas اللي هي المناطق النائية البعيدة. The antonym of the underlying word availability. Availability يعني قلنا يعني توافر أو إتاحة. طيب عكسها ايه؟ unavailability عدم توافر أو عدم إتاحة، و scarcity. scarcity يعني ندرة. 2. The portion of the cake she took was much smaller than I expected. portion يعني جزء أو حصة أو نصيب. The synonym of the underlying word portion قلنا يعني جزء. ف ايه يعني السينونيم بتاع كلمة portion هيكون part يعني جزء، والشير يعني حصة أو نصيب. سؤال رقم 3. One day we will run out of oil. في يوم من الأيام النفط هيخلص من عندنا. So we must look for. احنا لازم نبحث احنا لازم نبحث عن more نقط sources of energy. أكيد مصادر طاقة مستدامة. يبقى sustainable sources of energy يعني مصادر طاقة مستدامة. سؤال رقم 4. The government managed to implement the NOAD plan to achieve more development. The government الحكومة managed to نجحت في ان هي implement تنفذ the economic plan الخطة الاقتصادية to achieve more development عشان تحقق development يعني تطور أكبر. طيب ليه قلنا economic مش economical؟ economic يعني الاقتصاد. economic plan يعني خطة اقتصادية. طيب economical اقتصادي بمعنى كلمة موفر، فأنا ما ينفعش أقول الخطة economical plan لأن economical معناها موفر، اقتصادي بمعنى كلمة موفر. ماشي. إنما economic الاقتصاد نفسه. A NOAD phone can still work even underwater. نقط الموبايل كان ستيل يعني قادر ان هو يشتغل تحت المية، يبقى اكيد ده هيكون ايه؟ الووتر بروف فون اللي هو الموبايل اللي ضد الماء، قادر ان هو يفضل شغال تحت المية. سؤال رقم 6. smoking can not harm. التدخين قادر ان هو حاجة ضرر، يبقى اكيد cause harm يعني يسبب ضرر. اكيد مش هينفع protect provide prevent، كلها حاجات ما ينفعش. prevent يعني يمنع، protect يعني يحمي، provide يعني يوفر، cause يعني يسبب. يعني التدخين قادر ان هو cause harm يعني يسبب ضرر to the lungs للرئتين and increase the risk of serious diseases like cancer and heart problems. يعني وقادر ان هو increase the risk يعني يزيد من مخاطر او serious disease اللي هي الامراض الخطيرة زي الكانسر ومشاكل القلب اللي هي الهارت problems. سؤال رقم 7. I think most inventions have both. انا اعتقد ان كل الاختراعات او معظم الاختراعات have both positive and negative aspects. يعني انا بعتقد ان ان معظم الاختراعات ليها aspects يعني جوانب، ليها جوانب positive ايجابية وجوانب negative سلبية. ماشي. اكيد مش هينفع نقول ليها solutions حلول causes اسباب harms، كل ده ما ينفعش. اكيد ليها جوانب سلبية وجوانب ايجابية. سؤال رقم 8. The government is trying to increase public awareness. يعني الحكومة is trying بتحاول ان هي to increase تزيد ال public awareness الوعي العام about the dangers of climate change عن مخاطر تغير المناخ، فهي بتحاول تزود الوعي. 9. Your car is more expensive than mine. طيب هنا في comparative، احنا كده بنقارن واحدة بواحدة. expensive أكيد مش هيجي وراها ER، احنا عندنا زام فبنحط في الصفة ER. طيب expensive مش من الصفات اللي ينفع يجي وراها ER، فبنحط كلمة more يبقى more expensive. سؤال رقم 10. Of all the students in class. يعني
من كل الطلاب اللي في الفصل مروة studies the hardest. يعني من كل الطلاب اللي في الفصل مروة بتذاكر بجد أكتر واحدة. يبقى أكتر واحدة من كل الطلاب اللي في الفصل، يبقى دي كده ايه؟ هتبقى the hardest. ماشي، لأن أنا كده مش بقارن اتنين، أنا كده دي كده superlative، تفضيل. 11 رنا felt happy when she won the prize. طيب رنا حست بسعادة when she won the prize. هتقولولي ها مش الverb الكلمة اللي بتيجي بعديه بتبقى حال، يعني المفروض نختار happily، بس happy من سوري felt من الأفعال اللي بيجي وراها صفات، يبقى هنختار felt هيجي وراها صفة، مش هينفع نقول happily. سؤال رقم 12 Last week I read a good book but my friend has given me an even better one. طيب أنا دلوقتي عندي مقارنة، كتابي وصاحبي اداني كتابه، فهو بيقول صاحبي but my friend اللي هو صديقي اداني me an even better one، اداني واحد أحسن، يعني واحد أحسن من كتابي، يبقى دي كده ايه comparative مقارنة، و even بتيجي عشان تقوي المقارنة، تيجي تقوي الصفة، فهتكون even better one. سؤال رقم 13 blog posts يعني المدونات الانترنت often use headings اللي هي العناوين الفرعية to make ideas easy to follow علشان تخلي الأفكار سهلة الفهم والمتابعة. سؤال رقم 14 the section that explains the purpose of the report is called the introduction. الجزء او القسم that explains اللي بيشرح او بيوضح the purpose الغرض of the report من التقرير ده. ايه الجزء اللي بيوضح الغرض من التقرير is called the introduction. هي المقدمة هي اللي بتوضح purpose يعني الغرض من الريبورت ده. طيب احنا دلوقتي هنحل اسئلة القطع وهنقرأ القطع مع بعض. In the UK the diseases connected to smoking are a big problem. يعني في المملكة المتحدة بتعد الأمراض المرتبطة بالتدخين مشكلة كبيرة. Doctors think that the annual medical cost for lung cancer, heart diseases and other illness connected to smoking is between 12 and 35 million pounds. يعني بيعتقد الأطباء أن التكلفة الطبية السنوية لسرطان الرئة اللي هو اللنج كانسر والهارد ديزيسز وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتدخين بتتراوح ما بين 12 ل 35 مليون جنيه استرليني. And the smoking costs society money in other ways. Between 27 and 61 billion pounds are spent each year on sick days when people don't go to work. يعني كما بيكلف التدخين المجتمع أموال بطرق أخرى. الطرق الأخرى دي اللي هي in other ways between 27 and 61 billion pounds يعني حيث ينفق ما بين 27 61 مليار جنيه استرليني سنويا yearly يعني سنويا على الأجازات المرضية. ماشي اللي هي spend each year on sick days اللي هي الأجازات المرضية when people don't go to work لما الناس ما بيروحوش الشغل بتاعهم on wages that you don't get when you don't go to work والأجور اللي انت ما بتاخدهاش لما انت بتروح للعمل and on work lost at the company when you are sick والعمل اللي الشركة ذات نفسها بتخسره لما انت ما بتروحش الشغل، ما هي برضو الشركة بتخسر وانت برضو بتخسر. This money counts the wages from people who die of cancer at a young age and stop paying taxes. يعني هذه الأموال بتشمل ايه بقى؟ أجور الأشخاص اللي بيموتوا بسبب السرطان في سن مبكر a young age and stop paying taxes وبيتوقفوا عن دفع الضرائب. This doesn't count fires يعني ده
ما بيشملش count fires started by cigarettes، يعني ده ما بيشملش الحرايق اللي بتتسبب بسبب السجاير او اللي بتسببها السجاير which kill 1500 people yearly and injure another 4000. ماشي. وبتجرح او بتسبب بتصيب injury يعني بتصيب another 4000 يعني 4000. Smoking costs every man, woman and child in the UK from 110 to 250 pounds each year in lost work and wages. طيب، بيكلف التدخين كل رجل وامرأة وطفل في المملكة المتحدة ما بين 110 ل 250 جنيه استرليني كل عام بسبب ايه؟ فقدان العمل والأجور. يبقى lost work and wages بسبب ان هم بيفقدوا العمل والأجور. when you add another 50 to 150 pounds yearly in insurance cost، يعني ولما تضيف 50 ل 150 جنيه استرليني أخرى سنويا كتكليف تأمين. insurance يعني إيه؟ يعني تأمين. insurance cost يعني تكليف تأمين. that comes to 160 to 410 pounds، يعني بيصل الإجمالي إلى ما بين 160 ل 410 جنيه استرليني. everyone stopped smoking. if everyone stopped smoking يعني لو كل واحد بطل تدخين a family of four could have up to 1640 pounds a year more. يعني لو كل واحد أو لو كله توقف عن التدخين، العيلة المكونة من 4 أفراد ممكن يتوفر لها إلى ما يصل إلى 1640 جنيه استرليني. ماشي. يرمو. Smoking will also cause other problems، يعني التدخين ممكن برضو يسبب مشاكل تانية. people who don't smoke well live longer، يعني الأشخاص اللي ما بيدخنوش هيعيشوا لفترة أطول. ماشي. and so they will take money from the government when they are old، يعني وبالتالي هياخدوا أموال من الحكومة اللي هي المعاشات لما يكونوا كبار في السن. when they are old لما يكونوا كبار. but they will also work for more years and pay more taxes. ماشي. بس هم عندما يكبروا هيعملوا أيضا لسنوات أكتر ويدفعوا ضرائب أكتر. in the end في النهاية the value of non-smoking nation is not in pounds. ماشي. قيمة الأمة غير المدخنة لا تقاس بالجنيهات. the good health of the people is the true value for us all، يعني الصحة الجيدة للناس هي القيمة الحقيقية لنا جميعا. طيب، سؤال رقم 1. if everyone stopped smoking all of the United Kingdom هتبقى ايه لو كل واحد بطل تدخين؟ كل الولايات المملكة المتحدة هتبقى ايه؟ would have more money، صح، هيبقى عندها فلوس اكتر علشان التدخين ده زي ما حكينا بيسبب ان هي بيقلل الفلوس بتاعتها بسبب ان الناس اللي بتموت ما بتدفعش الضرايب، والناس اللي ما بتروحش الشغل فالشركات بتضر كل ده. وده غير ان هي بتصرف في العلاج قلنا بتاع الكانسر والهارت ديزيز. فلو everyone stopped smoking لو كل واحد بطل تدخين اليونايتد كينجدوم هيبقى would have more money هيبقى عندها فلوس اكتر. every year companies lose كل سنة الشركات بتخسر ايه because of the diseases. الشركات بتخسر ايه؟ اكيد بتخسر
يبقى الشركات بتخسر lose money. سؤال رقم 3. The true value القيمة الحقيقية of not smoking for the United Kingdom is a. قلنا القيمة الحقيقية في عدم التدخين هي الجود هيلث، الصحة الجيدة، هي دي القيمة الحقيقية. سؤال رقم 4 مستر هيبقى يقول لكم عليه وفي غلطة. Smokers cost the UK a lot if they not. يعني المدخنين cost the UK a lot بيكلفوا الولايات المتحدة a lot، بيكلفوها الكثير. if they are dead are alive weren't born ولا are alive or dead. طيب احنا قلنا ان هما بيكلفوها اذا كان هما ماتوا علشان ما بيدفعوش التاكسز، او لو هما عايشين علشان اللي بيجيلهم امراض في القلب والرئة فبيتصرف عليهم من الدولة. فسواء هما ميتين سواء هما عايشين بيكلفوا اليو كي. ماشي. انما weren't born يعني ما اتولدوش اصلا، لا غلط. يبقى are alive يعني على قيد الحياة او ميتين. curing lung cancer يعني علاج lung cancer اللي هو سرطان الرئة، ربنا يحفظنا. costs بيكلف كام؟ many doctors ولا many lives، بيكلف دكاترة كتير ولا حياة كتير ولا 15 million pounds ولا much money. هتبقى فلوس كتير. هو اعتقد ما ذكر لناش other illness connected between. هو ما تذكرش في القطاع هو بيكلف كام بالظبط، بس المذكور ان هو بيكلف much money. The synonym of the word injure، قلنا injure يعني مصاب، يبقى hurt يعني مصاب مجروح، كل ده ينفع. heal يعني ملتئم، يعني عكسها بقى، اللي هو الجرح لما بيهيل كده بيلتئم بيبقى كويس. ماشي. هندخل على الترجمة. young people should be armed with science and patience. سوري انا دخلت على الانجليش على طول، احنا هنقرأ الجملة بالعربي الاول. يجب ان يسلح الشباب بالعلم والصبر لكي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم واحلامهم في المستقبل. يبقى young people اللي هم الشباب، the yes و young people. طيب should be armed يعني يجب ان هم يتسلحوا. with science armed by science، لا with science يبقى by هنا هتبقى غلط. with science and patience الصبر patience لكي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم. to be able to believe، لا to be able to achieve يبقى اول واحده في believe. to be able to believe يعني يعتقد، يبقى اول واحده غلط، ويبقى letter A غلط letter B غلط، يبقى متبقي كده C و D. patience to be able to achieve their ambitions and hopes in the future واحلامهم في المستقبل. طيب علشان يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم واحلامهم في المستقبل يبقى and dreams in the present، يبقى letter C in the present. لا هي مش هتكون in the present، هي هتكون in the future. ماشي. يبقى in the present غلط، ده معناها في الحاضر. لا احنا عايزين in the future. يبقى hopes dreams يعني احلام، و hopes برضو يعني امال، فهي تمشي. المهم ان انا عندي in the future، والجمله دي اللي كملت معايا لغايه الاخر اللي انا ما لقيتش فيها كلمه غلط، كلهم ينفعوا. ماشي. The large scale production of machines and automobiles has had harmful effect on the environment. يعني ان الانتاج الواسع. طيب عندي هنا الانتاج المحدود، لا غلط. ان الانتاج الواسع النطاق للآلات والسيارات machines and automobiles للآلات يبقى احنا عندنا هنا النفايات غلط، هي المفروض سيارات، يبقى احنا عندنا letter B و letter D متبقيين.
للآلات والسيارات has had harmful effect، يعني قد خلف آثارا ضارة للبيئة، ولا للأدوات. لا هي غلط، ان الانتاج الواسع النطاق للادوات، لا احنا للالات الماشينز، يبقى لتر دي هتبقى غلط علشان كلمه الادوات، يبقى احنا اتبقى معانا ايه؟ بي. يبقى احنا يا جماعه بنحل الترجمه بالاستبعاد، بنشوف ايه الكلمه المستبعده جدا ونقوم نلغي الجمله كلها. انا دلوقتي عندي ماشينز جايب لي معناها هنا ادوات، لا خلاص الجمله كلها هتتلغي. طيب large scale معناها نطاق واسع، جايب لي في letter C معناها الانتاج المحدود، يبقى الجمله دي ملغيه تماما. هيبقى معايا A و B. طيب للآلات والنفايات، لا دي السيارات، فاحنا بقى معانا letter A في الاخر letter B. ماشي. طيب اول سؤال في القصه بيقول what crime is detective fix investigating. طيب هتكون a bank robbery، سرقة البنك. طيب سؤال رقم 2 why do you think Passepartout felt shocked when Fox suddenly announced the journey؟ because ليه بقى؟ because he wanted a quiet life and he thought Mr. Fogg was a man of routine. طيب he is a slow walker، هو عايز نحط كلمة slowly، يبقى هقول he walks slowly، هو بيمشي ببطء. بدل ما اقول he is a slow walker، هو هو walker يعني اللي هو الشخص اللي بيمشي، هو بقى بطيء بقى، لا انا هقول he walks slowly، هو بيمشي ببطء. طيب عايز نحط كلمة the cleverest، يبقى no other boy in the class is as clever as أحمد. أنا عايزة أقول بقى أحمد أشطر واحد، يبقى أحمد is the cleverest boy in the class. بس كده.